السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قناة الشناوي أو الكورة مع الشناوي. طبعا يا جماعة، من ضمن الأخبار المهمة جدا 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 إن أرض نادي الزمالك اللي في المهندسين ممكن تتسحب. ايه الكلام ده وايه الحاجات دي؟ هقول لك كل حاجة، ولكن ما يعني نستلم. بص، اعمل بقى اللايك بتاعك الحلو جدا، واعمل فولو وتعمل سبسكرايب واشترك معايا بقى في القناة وفعل زر الجرس عشان يجيلك ايه؟ ايوه، كل جديد. خبر معانا النهارده يا جماعه ان ارض نادي الزمالك اللي في المهندسين معرضه، او جزء كبير منها معرض ان هو يتسحب من النادي بسبب مستحقات عليها ما الزمالك طبعا ما دفعهاش. وزارة الأوقاف بتحذر نادي الزمالك إن هي ممكن تسحب جزء كبير من أرض المهندسين، طبعا بناء على حاجات قانونية كتيرة جدا 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 ومستحقات نادي الزمالك ما دفعهاش. فربنا يستر يعني، ومجلس الإدارة يقدر يحل الأزمة دي قبل ما يعني خرب ملطة زي ما بيقولوا. وزي ما انتوا عارفين يا جماعة، طبعا ايقاف قيد سابع على نادي الزمالك بسبب نادي استريلا امادورا البرتغالي فريق شيكوبانزا السابق بسبب عدم دفع اول قسط اللي هو تمنه 200 الف يورو يعني. تخيل قيد نادي الزمالك بيتوقف بسبب 200 الف يورو. يعني نادي الزمالك يا جماعة نفلس نفلس ومفهوش اي فلوس. والنهارده يا جماعه كان في مباراه قويه جدا 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 بين المنتخب السعودي والمنتخب الاماراتي، والماتش ده حصل فيه زي ما تقول كده اعصار ورعد وبرق وحاجات كتيره جدا. والماتش ده فضل تقريبا قرابه ال3 ساعات مش قادرين يستكملوا المباراه. وطبعا الفيفا يعني اذن ان ماتش يستكمل او يكملوا ماتش، ولكن طبعا يعني خوفا على حياة اللاعبين تم إلغاء هذه المباراة أو تأجيلها بمعنى صح لإمتى لسه مش عارفين. وفي دلوقتي طبعا مباراة الأردن يا جماعة مع المغرب شغالة، وطبعا وقت الفيديو ده لسه مباراة شغالة ومش عارفين طبعا النتيجة ايه. هي 0-0، لكن هتخلص على ايه لسه مش عارفين. ولكن طبعا منتخب الاردني منتخب قوي جدا جدا مع محاربين الصحراء المنتخب المغربي. وخبر كمان معانا بيقول لك صلاح خارج القائمة النهائية لجائزة كلوب سكر 2025 لأفضل لاعب في العالم. محمد صلاح تتوالى الأخبار المحبطة عليه خبر تلو الآخر. يعني تحس إن كده في حد يا جماعة قالب على محمد صلاح الفترة دي ومش عايز محمد صلاح إن هو يقوم. فربنا معاك يا ابو صلاح، وكلنا بندعمك، فخر العرب وفخر مصر وفخر افريقيا كلها والعالم كله. وهنا في خبر تاني يقول لك الاهلي يختتم استعداداته لمواجهة سيراميكا كليوباترا بحثا عن تصحيح المسار. ده من ضمن طبعا الاخبار الموجودة. عندك احمد السيد طبعا لاعب النادي الاهلي السابق بيقول لك حسام حسن يمتلك روح وحماس افتقدهما المنتخب خلال فترات سابقة مع بعض المدربين الأجانب، مشددا على أن المنتخب الوطني في حاجة ماسة إلى تكاتف ودعم الجميع من أجل تحقيق نتائج إيجابية خلال المرحلة المقبلة. خالد الغندور نجم الزمالك السابق: لا توجد أي عروض داخلية أو خارجية للتعاقد مع ناصر منسي خلال الساعات الماضية، والنادي لم يتلقى أي عرض رسمي بخصوص اللاعب حتى الآن. وصرح بقى احمد ويدار قالك ان حل نادي الزمالك وحل المشكله الماليه ان هو يبيع اللعيبه الاساسيه او معظم اللعيبه الكويسين الاساسيين في نادي الزمالك، زي بزيرة، زي ناصر منسي وناصر ماهر وسيف الدين الجزيري وبنتيك، يعني معظم اللعيبه البارزين في نادي الزمالك، ومش هيأثر على اداء نادي الزمالك في اي حاجه. وده كان رأي وكلام احمد ودار. انا يا جماعه شايف بصراحه ان بيزيرا لو قعد السنه دي والدنيا مشيت تمام ومظبوط، اعتقد يا جماعه هيجيب تمن حلو جدا مش هيقل عن 8 ل 10 مليون دولار او يورو، وهيجيب يعني مبلغ محترم جدا يحل ازمه كبيره لنادي الزمالك.
وطبعا يا جماعة منتخب مصر هيلعب يوم الاثنين القادم بإذن الله قدام أنجولا الساعة 6 مساء بتوقيت مصر، طبعا يوم الاثنين الجاي اللي هو موافق 29 ديسمبر. وانا بسجل ليكم الفيديو ده دلوقتي منتخب المغربي يتقدم على منتخب الاردن بالهدف الاول في الدقيقة الرابعة. اسامة طنان يفتتح التسجيل المبكر بتسديدة صاروخية من منتصف الملعب. وتعالى هنا اقول لك على غرامات نادي الزمالك لغاية دلوقتي. مساعد جوزيه جوميز ليه 20,000 دولار لكل منهم باجمالي 60,000 دولار، يعني المساعد المدير الفني. جوزيه جوميز 120,000 دولار، كريستيان جروس 133,000 دولار، فرجاني ساسي 450,000 دولار، بالإضافة إلى 5% فوائد أي 472,500 دولار يعني بالتقريب. شيكو بنزا ما يقترب من 235,000 دولار، يعني إجمالي مليون يا جماعة و20,500 دولار. ده بالظبط غرامات نادي الزمالك اللي مرفوع عليه حتى الآن، والقيد برضو واقف بسببها وربنا يستر. تعال اقول لك خبر كده عن عدد القضايا المصرية في الاتحاد الدولي لكرة القدم. القضايا ايه المصرية؟ نادي الزمالك عليه في الاتحاد الدولي 7 قواضي، الاسماعيلي 6 قواضي، استرين كومباني طبعا 4 قواضي، مركز شباب 3 قضية، وعندك نادي الراية الرياضي، مش عارف ايه نادي الراية الرياضي ده يا جماعة، ولكن برضو عليه قضية. ودول تقريبا بقى كانت معظم الاخبار اللي موجودة حتى اللحظة دي. فما تنساش تعمل ايه اللايك بتاعك المهم جدا جدا جدا، وتعمل سبسكرايب وتشترك معايا في القناة وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد. واشوفكم بقى على خير يا جماعة، والسلام عليكم، سلام.